لقد طعنوه بالسكين وتمزقوا كبده. لدينا كل شيء من الصور ومقاطع الفيديو من استشهاده. كان هؤلاء الأولاد يذهبون إلى المدرسة وكانت الكتب معهم. واحد منهم ابن أخي بترت ساقاه وفقد بصره. هؤلاء أطفال الثلاثة استشهدوا معا. انظر، هذه هي قطع من ملابس شهدائهم التي أصيبت ومثقوبة بالرصاصات. أتنظرها؟ هذه هي ثقوب للرصاصات. كان هناك معسكر هنا، وكان هناك معسكر في هذا المكان. كانوا يعملون بطبيعتهم وبهوى أنفسهم، وكانوا يملكون أسلحة زيكويك وأسلحة الدوشكا وRPG، ولم يوفروا علينا شيئا منها. الفظائع والجرائم التي هي خارج نطاق المعرفة البشرية والطبيعة. 20 عاما من الاحتلال، مثال حقيقي وحي على الجرائم الإنسانية والفظائع والرعب المحزنة. المأساة التاريخية التي وقعت في قرية كانسك بولاية فراه، والتي لا يزال سكان هذه المنطقة يتذكرونها برعب، تخلق كوابيس من الرعب والخوف في أذهانهم. في هذا الفيلم الوثائقي نقدم لكم نموذجا ملموسا من المآسي والفظائع والظلم الذي مارسه المحتلون الأجانب في مديرية بالابولوك قرية كانسك بولاية فراه، والذي يخجل منه التاريخ البشري والإنساني. تقع هذه القرية على بعد 25 كيلومترا من مركز ولاية فراه. معظم سكانها من العمال والمزارعين الفقراء الذين يعملون في زراعة أراضيهم أو تربية الماشية. هذه القرية المدمرة والمجزأة هي قرية كانسك التي احترقت لسنوات في نيران الحرب خلال القصف والهجمات والمداهمات التي لا تعد ولا تحصى من قبل المحتلين الأجانب في هذه القرية المتربة. تتجسد قصص القسوة والوحشية على وجوه كل متنفس وقروي، ويظهر قمعهم من بعيد في عيونهم المليئة بالدموع خلال فترة الاحتلال التي استمرت 20 عاما. كانت القنابل تنهمر على هذه القرية يوميا إلى جانب الغارات الجوية والبرية. لدينا 12 شهيدا من جهة والدنا، جميعهم استشهدوا على يد الأمريكيين تحديدا. لقد استشهد 2 من أبنائي، كذلك استشهد إخواننا، واستشهد أبناء أعمامنا، واستشهد أبناء عم أبي. لدينا 12 شهيدا من أقربائنا من جهة والدنا. هناك بقيت أبناء وبنات وأراملة من هؤلاء الشهداء. كلما رأيناهم تتحول الحال إلى ليلة مظلمة في أعيننا. هذه هي قطع من ملابس شهدائهم التي أصيبت ومثقوبة بالرصاصات. أتنظرها؟ هذه هي ثقوب للرصاصات. هذه هي قطع من ملابس شهدائهم. هذه هي أكمام من ملابسهم. جمعنا لحوم أجسادهم كلها. ارتكبت فظائع كثيرة واستشهد الكثير هنا. استشهد 200 أو 250 شخصا. لقد عانى الكثيرون هنا، وقصفت البلاد بأكملها. كما ترون أنتم تمرون بهذه المنطقة. من المعروف عدد المنازل التي دمرت هنا. استشهد 2 من إخوتي. دمرت أطنان من القنابل هذه القرية بالكامل، كما حولت المداهمات والمجازر والقتل هذه القرية إلى خراب، مما حرم الحياة والنوم بالنسبة لسكان هذه المنطقة. لقد سلب الفرح والرخاء من شعب منطقة كانسك، وحول أعيادهم وأفراحهم الأخرى إلى الحزن والأسى. عندما تسأل أي شخص في هذه المنطقة عن 20 عاما ماضيا من الاحتلال، فإن حناجرهم أحيانا تمتلئ فورا وتفرغ أحيانا أخرى بذكريات مريرة عن الاحتلال، وتمتلئ عيونهم بالدموع الساخنة.
ولا يملكون حتى القوة للتحدث. هناك ظل من الخوف في قلب كل رجل وامرأة، وهذه الصورة واضحة في وجوههم المليئة بالقمع. هكذا يا أخي، لقد استشهد 2 من إخوتي، لقد وطئ حديثا عتبة الشباب، جاءت الدبابات واستشهدوهما وأمسكوا بنا وضربونا واعتدوا علينا بالضرب المبرح، لكن أجلنا لم يكن قد حان بعد، لقد جاءوا إلينا كثيرا، أصبحنا نازحين وأصبحنا لاجئين، وذهبنا إلى إيران بسبب هذا. بحسب قول سكان هذه المنطقة، كانت هذه القصفات التي لا تعد ولا تحصى من قبل القوات الأجنبية تتزايد يوما بعد يوم، وحسب قولهم لم يرحم على ما بين 200 أو 250 من شيوخ القرية والشباب حتى الأطفال الأبرياء في المهد، وتم استشهادهم بقسوة. لقد ارتكبت الكثير من الفظائع في ولايتنا وفي مديريتنا. هذه القرية وهذا البلد وهذا الدمار التي ترونها كلها تعرضت للقصف، وكلها تعرضت لضربات من طائرات بدون طيار. لقد استشهد في هذه القرية ما يقارب 200 أو 250 شخصا. لقد استشهد من شعبنا، من الشيوخ ومن الأطفال ومن الشباب ومن الرجال والنساء في هذه القرية. لم نكن نتمكن من العودة إلى قرانا أو خارجها، لم نكن نتمكن من تشغيل المياه، ولم نكن نتمكن من الزراعة أو القيام بأي عمل آخر. ولم يكتف المحتلون الأجانب بقتل وتسجين وإخضاع سكان كانسك لجميع أنواع الفظائع والمآسي الإنسانية فحسب، بل حرموهم أيضا من حقهم في زراعة الأرض والعيش في مناطقهم. ويقول سكان المنطقة المذكورة بأنهم لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم وقصفوهم الطائرات المروحية بشكل متكرر، ولم يتمكنوا حتى من نقل جرحاهم ومرضاهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج في الحالات الطارئة، وكان هؤلاء الجرحى يموتون أمام أعينهم في حالة سيئة للغاية، وهذا أمر لا يطاق لأي مسلم. وقد شهدت هذه المنطقة الكثير من القصفات. تم شن المداهمات هنا، وتم استشهاد ما يقارب 100 من المدنيين. كانت الظروف سيئة للغاية لدرجة أنه إذا تم العثور على مريض في منطقتنا لم نتمكن من نقله إلى المركز أو المديرية أو العيادة أو المستشفى، وكانوا يطلقون النار من مواقعهم أو كانت الطائرات تحلق ويطلقون النار. كان الوضع صعبا للغاية. كانت هناك أوقات يصاب فيها شخص واستشهد هنا بسبب فقدان الدم، لم يكن أحد يستطيع أن ينقله من المنطقة، إما بسبب إقامة الحروب أو بسبب إطلاق النار من الطائرات. كل من كان يخرج من البيت كانوا يطلقون عليه النار في رأسه ويستشهدونه على الفور، سواء كانت امرأة أو كان كبيرا في السن أو صغيرا طفلا. لقد استشهدت عائلات كثيرة في هذه المنطقة، من رب الأسرة إلى الرضيع المعصوم في المهد. فقدت كل عائلة عددا من أفرادها واستشهدوا. أحد سكان المنطقة باسم شادي الذي يمتلئ قلبه ويفرغ يحكي قصته عن الظلم الذي تعرضت له، حيث استشهد 4 أطفال أبرياء من عائلته في يوم واحد. كان هؤلاء الأولاد يذهبون إلى المدرسة، وكانت الكتب معهم. واحد منهم ابن أخي بترت ساقاه وفقد بصره. هؤلاء أطفال ال3 استشهدوا معا. انظر، اسمه غفار، وكان عمره حوالي 10 سنوات أو 11 عاما. وهذا الآخر شير آغا، وكان عمره 7 سنوات. وهذا حميد، وكان عمره حوالي 13 عاما. هذا ابني آخر الذي استشهدوه من الطائرة كان عمره حوالي 19 أو 20 سنة. تعرض أكثر سكان أفغانستان لمثل هذا الظلم. أحيانا عندما تشعر زوجتي بالقلق الشديد في المنزل أقول لها لا تقلقي، فهذا حدث في كل أنحاء أفغانستان. سأريكم هذا البيت. أصابت قذائف الهاوان هذا البيت، أصابت القبة بقذائف الهاوان وأحدثت ثقوبا. قلت أنه ليس لدينا خيار، ماذا نفعل؟ كانت حياتنا هكذا. لم نكن نتمكن من تناول الطعام في المنزل، أطلقوا النار على مبرداتي. هناك ثقوب رصاص في المنزل، هناك ثقوب رصاص في المبرد وفي تلك القبة. تدور الرصاص هنا وأصاب في المبرد في المنزل فسقطت فارتفع من الأرض وأصاب في طوب. هذا والد شهيد شاب آخر من هذه القرية الذي كان في 13 من عمره.
سلبه استشهاد ابنه فرحة الحياة عنه للأبد. يروي قصة استشهاد ابنه المأساوية بقلب مليء وعينين مليئتين على النحو التالي: كان لي ابنا يبلغ من العمر 13 عاما، ربما 13 أو 14 عاما، حفظ القرآن في 3 سنوات، ثم كانت السنة الثانية لدراسته الكتب، كان يدرس الكتب، وكان اليوم الرابع من عيد الأضحى، كان ذلك عام 1394 على ما أعتقد، كان قد خرج من البيت في اليوم الرابع من عيد الأضحى واعتقله الأربكيون في هذا الشارع، وفي أحد الأيام الأخرى اعتقلوه في هذه الجهة وضربوه، ثم في ذلك اليوم في هذا الشارع اعتقله الأربكيون من وطننا واستشهدوه، ثم قاموا بلفها بالبلاستيك ووضعوه في وسط أغصان شجرتنا في بلاستيك حتى وقد طعنوه بالسكين وتمزقوا كبده. لدينا الصور ومقاطع الفيديو لشهادته وكل شيء موجودة. هذا لا يعني أن ابني وحده هو من استشهد، لقد استشهد الكثير من الأبرياء هنا. كان مشهد وقصة ابني بشكل حيث استشهد بهذه القسوة. يقول هذا الرجل ذو الشعر الأبيض إنه عندما ينظر إلى الوثائق المدرسية لابنه في المنزل يتجدد أسى وحزن ابنه. عندما استشهد ربط عمامة حفظ القرآن، كان حفل تخرجه من حفظ القرآن الكريم قبل استشهاده. هذه هي وثائقه، هذه الأشياء بقيت منه لنا، ننظر أحيانا إلى هذه الوثائق. هذه وثيقته، أي أنه حصل عليها لنفسه، فهذه بقيت منه لنا. وبفضل دماء هؤلاء الأبرياء أخزى الله تعالى هؤلاء الكفار فخرجوا من أرضنا. وجد سكان قرية كانسك في مديرية بالابولوك بولاية فرة الذين حصلوا على راحة لمدة قصيرة من الطائرات المروحية والقصف العنيف الفرصة للزراعة والعمل. ولكن تعب دفن الشهداء لم يزول من الجسم بعد. ففي عام 1399 للهجرة الشمسية بدأت مرة أخرى المداهمات الوحشية والقصف المستهدف والعمليات الجوية والبرية على هذه القرية. وفي هذا العام استشهد الكثير من كبار السن، نساء ورجالا وشبابا وحتى رضعا في مهودهم. ترملت الكثير من الأمهات، تعب إمام القرية من تشييع الجنازات، وتعب النجار من صنع التوابيت. توسعت مقبرة كانسك المعروفة بمقبرة الصغيرة خارج القرية ووصلت إلى أطراف المدينة. تم قصف هذا البيت. في هذا المنزل وفي هذه القبة الواحدة استشهد 11 شخصا، ارتكبت فظائع كثيرة وتم القصف ودمرت المنازل، استشهد الناس واستشهد ابن أخي فيه أيضا. جاء الهوان وأصاب إلى خلفي، لقد نجانا الله. هناك كنت أنا وكان أخي وآخرون، لكن ابنتي استشهدت في هذا القصف. وفي هذا البيت الآخر أصيب إخوتي واستشهد أخي. لقد عانينا من الكثير من الظلم في هذا البلد. لقد كان الأمر محزنا جدا بالنسبة لنا. لم نكن نتمكن من النوم في اليوم، أو لم نكن نتمكن من النوم في الليل. لم نكن نتمكن من العمل أو كسب عيشنا. ازداد القمع ضدنا أيضا، وفي النهاية هربنا وغادرنا هذا البلد وعدنا في هذه الحكومة الإمارة. وتزايدت هذه المداهمات والقصف والفظائع والوحشية يوما بعد يوم، واستمرت لسنوات، مما أجبر سكان هذه المنطقة على هجر منازلهم وقراهم وأراضيهم. وقد نفذت هذه الصعوبات والظلم والفظائع صبر شعوب هذه المنطقة بشكل أكبر. وأخيرا ظهرت روح الجهاد في سبيل الله بين الناس، واتحدت مجموعات من الرجال الصالحين مسلحين بالإيمان المقدس والعزيمة الراسخة، وانضموا إلى صفوف الجهاد المقدس. لقد انضم كافة شباب هذه المنطقة إلى حركة الإمارة الإسلامية ودعموها على مدى 20 عاما، وإلى جانب مناطقهم شاركوا مشاركة كاملة في النضال ضد المحتلين في مناطق أخرى وفي نيل استقلال البلاد، ولبوا دعوة الإمارة الإسلامية للجهاد الحق.
الحمد لله، ومع انتهاء الاحتلال واستعادة البلاد استقلالها، عاد جميع سكان هذه المنطقة الذين حرموا من منازلهم وأراضيهم ومناطقهم لسنوات إلى ديارهم مرة أخرى. بعد انتصار الإمارة الإسلامية وإقامة الأمن الشامل في البلاد، عاد سكان كنسك إلى مناطقهم وبادروا إلى إعادة بناء منازلهم المدمرة، وهم يعيشون حاليا تحت مظلة الإمارة الإسلامية جنبا إلى جنب في جو من الاستقلال والأمن، ويعيشون حياة الأخوة الإسلامية والأخوة فيما بينهم. في الوقت الحالي يشعر سكان منطقة كنسك بمحافظة فرح بالرضا عن الأمن الكامل الحالي، ويسجدون شكرا لهذه النعمة الإلهية العظيمة من الله تعالى. والآن بعد أن رفع ظل الاحتلال الأجنبي عن هذه المنطقة إلى الأبد، أصبح جميع سكانها يعيشون حياتهم الطبيعية في جو من السلام والأخوة التامة. إن سكان هذه المنطقة بالإضافة إلى حياتهم الطبيعية يعملون حاليا بجد من أجل تنمية وازدهار أفغانستان، حتى يتمكن أبناؤهم من المشاركة الكاملة في تنمية وتقدم بلادهم على أمل مستقبل مشرق من خلال التعليم الديني والحديث. باعتبارنا وسيلة إعلامية وطنية مستقلة وملتزمة نعكس صوت الشعب، فإننا نقدم الفظائع والوحشية والجرائم التي ارتكبت خلال 20 عاما من احتلال أفغانستان لمواطنين والعالم بشكل وثائقي. لو كنتم من الشهود على الحوادث والهجمات، عمليات قتل أو غيرها من الجرائم التي ارتكبها المحتلون الأجانب في مناطقكم خلال 20 عاما من الاحتلال، فيمكنكم مشاركتها معنا عبر تطبيق الواتساب حتى نتمكن من توثيقها إلى اللغتي الإنجليزية والعربية بجانب اللغات الوطنية، وإعطاء الأولوية لنشرها على شاشة التلفزيون الوطني. رقم الاتصال 0744343668.